هذا هما الاسئله اللي نقدر نقول لك كيطرحوا عليا في العياده 5 6 المرات في النهار. نفس السؤال: طبيبه واخا جاتني الجرثومه، اش خاصيه الجرثومه؟ عطيني الريجيم ديال الجرثومه. انا اللي نبغي نوصل: الجرثومه هي بكتيريا، هي جرثومه حلزونيه. من سميتها هاد الجرثومه باش غتمشي، ما غتمشي سبونطانيمون، ما غتمشيش بوحدها، غتمشي بالدواء ديالها. فاش كنهضر على الريجيم، وي مزيان الريجيم، ولكن داك الريجيم ماشي هو اللي غيحيد لي الجرثومه. لا، الريجيم كنديروه باش فاش قد تكون كاينه الجرثومه فالمحيط ديالها يكون صحي، يكون مزيان. ماشي انا ديجا الغشاء المعدي ديالي يعني ربي اللي علم به ملتهب بالجرثومه، ونزيد عليها اغذيه اللي غتزيد ليا في الالتهاب. واش انا عندي اصابه بالجرثومه ونتغدى بالمناضه ونتعشى مثلا بمشروبات غازيه؟ واش انا عندي جرثومه ولو طو مثلا طالع وكنوض كناكل الحار، كناكل المقليات في الزيت، ماكلتي كلها دي فاست فود، وانا او ميم طون عندي الجرثومه. دونك هاد لو ريجيم غيأخر ليا في العلاج، غينقص ليا من هاد الماكله، هاد الطريقه ديال الاكل فوالا. اذا فاش كنهضروا على الريجيم كنهضروا على ان مود دو في سان، يعني انا بغيت نريح جهازي الهضمي. فوالا.